فيلم باربي وفيلم اوبنهايمر من الافلام اللي اثاروا السوشيال ميديا من ساعه ما تم الاعلان عنهم واصدار البوستر بتاعهم والاعلانات بتاعتهم. فانا في الفيديو ده هكلمكم عن كل المعلومات اللي انتم محتاجين تعرفوها على الفيلمين دول قبل ما تتفرجوا عليهم. واهلا بيكم في فيلم فليكس، قناه بنتكلم فيها عن الافلام والمسلسلات والسينما. وفيلم باربي واوبنهايمر الاتنين عاملين حاله مش طبيعيه على النت. والموضوع ممتع جدا، والفيلمين خلاص قربوا ينزلوا، فانا حابب النهارده اكلمكم عن كل المعلومات اللي انتم حابين تعرفوها عن الفيلمين، بحيث لو عايزين تشوفوا هتتفرجوا على مين الاول، هتتفرجوا على مين في يوم ومين في يوم. وتعرفوا كل حاجه انتوا عايزين تعرفوها عن الفيلمين. الفيلمين من المخرجين رائعين جدا، محطوط فيهم مجهود، فلازم تعرفوا عنهم كتير. ومع ان في اخبار مش حلوة عن ان الافلام دي ممكن تتأجل، ممكن تتلغي، بس لحد دلوقتي على الاقل في مصر هم هينزلوا في ميعادهم اللي هو يوم 19 يوليو. فتعالوا بقى نبتدي الكلام بتاعنا عنهم وعن المعلومات اللي انا محضرها لكم عليهم. بس قبل ما نبتدي، متنسوش انكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتكتبوا لي رايكم في الكومنتات كمان عن متحمسين قد ايه للفيلمين دول، ايه الفيلم اللي انتم متحمسين له اكتر من التاني. ويلا نبتدي. فيلم اوبنهايمر من اخراج كريستوفر نولان، وطبعا كريستوفر نولان اكيد تعرفوه او على الاقل حتى سمعتوا اسمه. اخرج افلام كويسه جدا زي انسبشن، انترستيلر، تينت، وافلام تانية كتيره حلوه جدا. واهم برضو الافلام اللي اخرجها كان فيلم ذا دارك نايت، اللي يعتبر من افضل الافلام الكوميك بوك اللي نزلت في التاريخ. وهو اللي هيخرج فيلم اوبنهايمر. بس مش بس كده، هو كمان اللي كاتب السكرين بلاي بتاع فيلم اوبنهايمر، وكمان منتج في الفيلم ده. انا الصراحه عامه تاريخ المخرج ده لوحده بالافلام الكتيره والحلوه اللي نزلها زمان، دي حاجه لوحدها محمساني جدا ان انا اتفرج على فيلم اوبنهايمر. اما لو جينا بصينا على فيلم باربي، ففيلم باربي من اخراج جريتا جروج. المخرجه دي برضو ممكن ما تكونوش سمعتوا اسمها قوي، مع انها عملت فيلم حلو جدا هو ليتل وومن. ده فيلم برضو من الافلام الكويسه جدا والحلو جدا. بس عملت كام فيلم تانيين كده برضو ممكن ما تكونوش سمعت عنهم. انا عن نفسي برضو لسه كنت اول مرة اعرف عنهم لما عملت ريسيرش للفيديو ده. بس واضح من التريلر والاعلان ان ستايلها الاخراجي واضح وبارز في الفيلم ده، وممكن تطلع لنا حاجة حلوة من ناحية الاخراج. لما نيجي نتكلم عن الكاست او الممثلين في فيلم اوبنهايمر، فالفيلم ده فيه كاست رائع جدا، ممثلين جامدين جدا في فيلم واحد. انا معرفش ازاي كلهم اتجمعوا في الفيلم ده، بس معانا طبعا كيليان ميرفي، معانا روبرت دارني جونيور، معانا مات ديمون، معانا ايميلي بلانت وفلورنس بيو، وكاست كبير تاني كمان معاهم في الفيلم ده. اوريدي الخمس ممثلين دول محمسيني ان انا اتفرج على الفيلم ده، بالذات روبرت داوني جونيور. كلهم ممثلين بافلام قويه جدا عملوها قبل كده، وادائهم التمثيلي والحاجات اللي بيعملوها رائع جدا. فانا متحمس جدا ان انا اشوفهم في الفيلم ده، ووجودهم فيه حاجه محمسه جدا بالنسبه لي. هم ممثلين مفضلين عندي، يعني كيليان ميرفي طبعا شغله حلو جدا، وعمل حاجات كتيره جدا بالذات كمان زي مسلسل بيكي بلايندرز. فهو لا، الكاست جميل جدا. اما فيلم باربي فمعانا طبعا مارجو روبي، من افضل الممثلين بالنسبه لي، وعملت ادوار كتيره جدا حلوه. بس هي شكلها كمان البرفكت فيت للدور ده، او يعني الممثله المثاليه للدور ده. في حاجات كتيره واضح من الاعلان انها بتاخدها بشكل صح وبشكل كويس. بس فيلم زي ده عامه يعني حاجة أول مرة أشوف زيها الصراحة. يعني أنا ما شفتش فيلم معمول عن عروسة مثلا قبل كده أو لعبة من فترة حتى قريبة، فالموضوع شكله يونيك ومختلف. بس واضح إنها عاملة حاجة كويسة جدا. ومعانا طبعا راين جوزلينج، الراجل ده برضو عنده أفلام كويسة جدا وأفلام جميلة جدا كمان، فأنا بحبه جدا ومبسوط جدا ومتحمس إن أنا أشوفه في الفيلم ده. برضو ويل فارل في الفيلم ده بيعمل دور كده، واضح إنه برضو هيكون حاجة كويسة للفيلم ده بالذات. وطبعا في ممثلين تانيين كتير في فيلم باربي، بس دول الاكتر اللي انا بحبهم وعارفهم كمان من افلام تانية. طيب تعالوا نتكلم عن قصة كل واحد فيهم. أول حاجة اللي بيتكلم عنها الفيلم ده طبعا معانا أول حاجة فيلم باربي. فيلم باربي القصة بتاعته مش واضحة، ما قالوهاش، ما كتبوهاش بشكل واضح وصريح. يعني حتى لو عملت جوجل للفيلم، كتبته على جوجل، كتبته على أي موقع مثلا بيظهر الأفلام، القصة بتاعته هتلاقيها مش موضحة قوي ايه اللي بيحصل. بس من الاعلانات بتاعت الفيلم واضح ان معانا عالم بيعيش فيه عروسات الباربي دول ومعاهم الكنز بتوعهم. واضح ان هو عالم بيكون فيه كل حاجة مثالية. فباربي لما بتكتشف، او الباربي الاساسية بتاعتنا لما بتكتشف انها مش بتصل للمعايير اللي هم عايزينها، بتخرج من عالم باربي ده عشان تشوف العالم الحقيقي لأول مرة وتتعايش فيه وتشوف هتقدر ترجع
المعايير اللي هي عايزاها دي في العالم بتاعها. فواضح طبعا ان هو حاجه هتكون بتناقش الجمال الداخلي، وان مفيش حاجه مثاليه والكلام ده كله. فالقصه حلوه جدا ورساله كويسه قوي. بس مع ان القصة دي ممكن تكون مش جديدة من ناحية الرسالة اللي هي بتقدمها، لكن الشخصيات والعالم والحاجات دي كلها يونيك جدا ومختلفة جدا. هي دي اكتر حاجة محمساني ان انا اتفرج على الفيلم، اللي هو الفيلم ده مقدم ايه بالظبط، يعني ايه الحاجات دي، القصة دي هتتمحور ازاي وهتلف ازاي معانا لحد ما تنتهي، يعني ايه اللي هيحصل. هو ده اكتر حاجة عجباني ومحمساني فيلم باربي. بس لما نيجي نتكلم بقى على فيلم اوبنهايمر، فالقصة برضو انترستنج جدا، واضح انها هتقدم حاجات رائعة. طبعا احنا عارفين انها هتتكلم عن اختراع اول قنبله نوويه، والاحداث اللي حصلت في الوقت ده، واللي كان في المركز بتاعه هو جي روبرت اوبنهايمر اللي بيلعب دوره طبعا كيليان ميرفي. ازاي الحاجات دي كلها اتجمعت مع بعض، الشخصيات دي ازاي اتقابلت، والحاجات اللي كانت حاسه بيها وهم بيشتغلوا على القنبله النوويه دي، السياسات اللي ورا الموضوع هيستكشفوها، زائد كمان الناحيه السيكولوجيه من الموضوع. كريستوفر نولان طلع واتكلم ان كمان الفيلم ده فيه عناصر رعب ممكن تكون مرعبه من نواحي مختلفه، بالذات ان احنا لما بنبص في الاعلان هنا بيكون في لقطات بتستكشف القنبله من جوه. فانا ما اعرفش بالظبط، نقدر نقول عن الفيلم ده مثلا ثريلر، ممكن نقول عليه شويه رعب، مش كامل خالص رعب. ممكن نقول شويه عليه يعني بايوبيك عن جي روبرت اوبنهايمر. في حاجات كتيرة جدا ممكن نقول عليه، بس واضح ان القصة بتاعته برضو هتكون بتقدم حاجات مختلفة وانترستنج جدا. في حاجة برضو حبيت اشملها في الفيديو ده، لو طبعا انتوا اكيد بصيتوا فيلم باربي، الماركتنج بتاعهم عاملين شغل رائع جدا. يعني اعتقد ان فيلم باربي نجح بشكل كبير في ان هو يحمس الناس لمشاهدته بسبب الاعلانات بتاعته، بسبب الحاجات اللي بيقدمها من ناحيه الماركتنج. يعني طبعا شفتوا التعاونات اللي عملوها مع شركات كتيره، شركات لبس، شركات جزم، شركات مستحضرات تجميل، كل الحاجات دي عملوا منها كتير جدا عشان يروجوا للفيلم. غير كده ان هم كمان عملوا البومات كتير جدا. وطبعا انتوا عارفين اي اغنيه مثلا دلوقتي في تيك توك فبيروجها جامد، فبالتالي بيروج للفيلم. الماركتنج من ناحيه فيلم باربي برضو قوي جدا، وانتوا هتلاحظوا ده. اما فيلم اوبنهايمر ما اشتغلش جامد قوي على الماركتنج بتاعه، عمل ماركتنج طبيعي زي اي فيلم، فيلمين مع بعض. وانا عن نفسي شايف ان نزول الفيلمين في نفس اليوم بينجح الفيلمين، مش بينجح فيلم واحد، او مثلا في فيلم واحد هو اللي هيخطف الاضواء من التاني. بالعكس، انا شايف ان نزولهم في نفس اليوم هينجح الفيلمين بشكل كبير. ممكن فيلم ينجح اكبر من التاني، بس الفيلمين بلا شك بسبب الحالة اللي هم عاملينها على النت وما بين الناس هينجحوا وهيجيبوا ارقام كويسه في شباك التذاكر. عايز اعرف رايكم في الموضوع ده، انتوا شايفين ان انهي فيلم هينجح ولا الاتنين هينجحوا؟ ايه رايكم في الموضوع بالظبط، بالذات ان بقى الفتره الاخيره دي في السينمات الافلام بتفشل بشكل سريع في شباك التذاكر؟ وياما حسن الصدف الاتنين عندهم نفس الميزانية، ميزانية فيلم اوبنهايمر وميزانية فيلم باربي 100 مليون دولار. موضوع غريب جدا. تعالوا بقى كمان نتكلم عن مدة الفيلمين. مدة فيلم باربي ساعة و54 دقيقة، مدة عادية جدا، في أفلام كتيرة عندها المدة دي. بس مدة فيلم اوبنهايمر 3 ساعات، ودي كانت حاجة احنا عارفينها بقالنا شوية، بس واضح ان الفيلم ده هيكون طويل وهيكون بيستكشف حاجات كتيره جدا. فصراحه ساعات الافلام الطويله اللي بتبقى 3 ساعات دي ممكن تكون يعني عندها سلاح ذو حدين. يا اما الوقت الطويل ده الفيلم يعرف يستغله ويقدم حاجات كويسه جدا ويخليك مستمتع على مدار ال3 ساعات، يا اما ممكن يبقى ممل في ساعات يعني ممل في اوقات واوقات تانية لا. فاتمنى ان فيلم اوبنهايمر يستغل الوقت الطويل بتاعه ده ويخليني انجيجد طول الفيلم. بس فدي كل المعلومات اللي انتوا هتحتاجوا تعرفوها عن فيلم اوبنهايمر وفيلم باربي قبل ما ينزلوا ان شاء الله. انا ما اعرفش هم حالتهم دلوقتي في الشرق الاوسط عامله ازاي. في ساعات اسمع ان هم اتلغوا، في ساعات اسمع ان هم اتاجلوا ل 31 اغسطس، لكن في مصر لسه زي ميعادهم بالظبط. فانا ما اعرفش هيبقى مصيرهم ايه لحد دلوقتي، بالذات ان المفروض يعني يوم 19 يوليو ده خلاص فاضل عليه 6 ايام في وقت تسجيل الفيديو ده. فمفروض لو هما كانوا هيلغوه كانوا هيقولوا قبلها بشويه. فانا ما اعرفش خالص ايه اللي هيحصل، بس كده كده لو اتلغوا احنا هنتفرج عليهم كده كده في اي وقت هينزلوا فيه هنتفرج عليهم. فانتوا كمان اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، هل متحمسين للفيلمين دول؟ ايه رايكم في الحاله اللي معموله على النت، وايه اكتر فيلم متحمسين له من الاثنين؟ وما تنسوش انكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. وسلام.